هاد الكرهونية حفيدة سنبل آغا كتقول كل شي جميل جاهم من الجزائر بعد هجرة العائلات الجزائرية. قول لهم يعطوك صورة ولا كتاب قديم قبل قرون كيقول القفطان. الحمد لله كتعترفي بأنه القفطان لباس جميل وما عمره ما غادي يتقارن بدوك الشراوط ديال 58 ولاية اللي فضحتونا بها. داك الشيء علاش واحد ليكم غيبقى ديما واحد ليكم، ماشي مشكل يا كرهوا ليا. بغيتي غير كتاب مذكور فيه القفطان قبل قرون، هو قدامك. رحلة ابن حمادوش الجزائري هو واحد الرحالة جزائري تزاد في مدينة الجزائر وعاش في القرن 16 الميلادي. في الرحلة ديالو لمدينة فاس كيعترف بأنه النساء تماك كيلبسوا القفاطين. وها هي الصفحة قدامك كيف ما كتشوفي بعض عادات أهل فاس والجزائر. في السطر الثاني يؤلقون القفاطين والمحارم وغيرها من خروم وحرير وما تيسر بخلاف زينة بلادنا. شنو كيقصد بخلاف زينة بلادنا؟ هي بلادو، يعني جميع الحجاج ضدكم. ما تقدروا تقولوا لا القفطان ديالنا وسرقتو، وما تقدروش تقولوا باللي مشترك، حيت لو كان مشترك كان غادي يقول باللي حتى حنا عندنا القفطان، ما غاديش يقول بخلاف زينة بلادنا. نسيت، سمحي لي خاصني نترجمها لك باللغه الفرنسيه باش تفهمي. Elle porte des cafetons contrairement notre pays. دابا تقدري تكوني فهمتي. امتى تزاد هاد الرحالة الجزائري؟ تزاد في عام 1695 ميلادي، يعني تقريبا في القرن 16 ميلادي. الله يرحمه ويسكنوا فسيحة جناته. لو كان عايش وسطكم دابا كان غادي يكون باقي ليا كرهو ليا بحال هاد مولات الكومونتير. باش ما ننساش، بغيتي عطي شي صوره فيها القفطان ماشي مشكل، هي اللي ما تعاودش. هذه اللي كتشوفي قدامك هي الشريفه لاله مسعود الويسكيتيه والده السلطان احمد المنصور الذهبي، لابسه قفطان مغربي بالسفيفه ولاكاد والمجوهرات المغربيه، وما نساوش المضمه المغربيه. ولا ما كنتيش كتعرفي شكون هو السلطان احمد المنصور الذهبي؟ هو السلطان السابق للدوله السعديه، وهو مخترع لباس المنصوريه السعديه. كيف كتشوفي قدامك هي تزادت في 1532، يعني تقريبا القرن 15 ميلادي. وهذا اللي كتشوفي قدامك هو السفير المغربي محمد بن حدو، وكان سفير المغرب في بريطانيا ولابس قفطان مغربي في عام 1682، يعني القرن 16 ميلادي. كنتمنى تكوني استفدتي من هذا الدرس، ومره الجايه ما تبقاش تيقي اي حاجه قالوها الكرافيله في التيك توك وفي قناه النهار وقناه الشروق.